السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية ضرب الزوجة على وجهها في المنام. وحابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم. هنختصر النهاردة تفسير ضرب الزوجة على وجهها في المنام في 10 نقاط، وكما ورد عن كبار علماء التفسير ومنهم الإمام ابن سيرين. النقطة الأولى أو التفسير الأول إن هو بيدل على ندم الزوج وشعور الزوج بالندم على تصرف معين تجاه زوجته أو على كلام جارح صدر منه. كمان بيدل أيضا على التوبيخ أو العتاب وشعور الزوج بأن زوجته تحتاج إلى التوبيخ أو العتاب بسبب سلوك لا يرضيه، وقد يكون دليل على وجود خلافات مكتومة أو مكبوتة بينهم ومش بيحلوها. كمان النقطة رقم 3 إن هو بيدل على الغيرة في بعض الحالات، فالضرب على الوجه بيدل على غيرة الزوج الشديدة على زوجته، خصوصا إذا كان الضرب مصحوب مشاعر غضب أو مشاعر عصبية. رقم 4 إن هو بيدل على الضغوط النفسية اللي بيمر بيها الزوج في حياته، واللي بيترجمها عقله الباطن في صورة ضرب لزوجته كرمز لضعفه وعدم قدرته على التحكم في هذه الضغوط. رقم 5 التغير الإيجابي، وبيدل الضرب على الوجه يعني على محاولة الزوج لإحداث تغيير إيجابي في حياة زوجته أو في حياتهم، أو رغبته في التخلص من بعض العادات السيئة اللي موجودة في حياتهم. رقم 6 بيدل على قوة والسيطرة، وقد يكون الحلم مجرد تعبير عن رغبة الزوج في السيطرة على زوجته والتحكم في قراراتها، خاصة إذا كان بيشعر أنه ان هي ما بتسمعلوش او ما بتهتمش بكلامه. النقطة اللي بعد كده اللي هي رقم 7 بيدل على التحذير. قد يكون الحلم دوت تحذير من الله سبحانه وتعالى للزوج بانه بيسير في طريق خطأ او انه بيرتكب ذنب تجاه زوجته، وعليه ان هو يراجع نفسه وتصرفاته. النقطة اللي بعد كده اللي هي رقم 8 بيدل على التعبير عن الغضب. في بعض الأحيان قد يكون مجرد وسيلة للعقل للتعبير عن الغضب المكبوت تجاه الزوجة نتيجة للمشاكل المكبوتة ونتيجة ل ان هو مش قادر، ان الزوج لا يستطيع اظهار ان هو في حالة غضب او في حالة زعل من الزوجة. وكمان اخر نقطة اللي هي بتدل على الضرب في المنام بيدل على عتاب الزوج لزوجته الشديد.